معايا كده يا عماد، القوة بقت في ايه دلوقتي؟ بقت في ده ولا في ده؟ اسمع يا عماد، لو المستقبل بكره بقى في الكاكا هات عربية كاكا، لو بعده المستقبل اتغير وبقى في البليلة هات عربية بليلة، وما تناقش. انت لسه متخرج الاول امبارح وبتتكلمني في سالري يا عديم الخبرة. سمعت الكلام ده كم مره قبل كده؟ كم حد قال لك لازم تتنفخ عشان تقدر تكمل؟ اخرهم ابوك امبارح لما قال لك انت عيل طري ومش نافع في حاجه. صح يا عماد؟ لا يا عماد ما تعيطش دلوقتي، استنى. ولا ايه رايك في الفيديوهات التحفيزيه يا عماد؟ ولا اللايف كوتشز اللي بيقول لك الشغف رفاهيه ودلع، واللي مش لاقي الشغف ده عيل فرفور ولاقي اللي يصرف عليه. اصلا مش منطقي برضه ان تلاقي واحد بيقول لك انا هسيب الشغل عشان مش لاقي نفسي، وهو اصلا جيبه فاضي. هو انا عشان اصرف على نفسي لازم ابقى متقدر؟ لازم ابقى نازل كل يوم مش طايق نفسي ولا طايق شغلي وبتخانق مع دبان وشي؟ طب ينفع اسيب نفسي لحد يستغل المي ويدوس على جرحي عشان يبان انه جامد ومفيش منه اتنين؟ هو انا ليه اصلا اسمع حد كل كلامه ضرب مفيش شتيمه؟ مش بيقولوا الضرب في الميت حرام يعني؟ ولا شغف ولا فلوس وكمان مضروب كتير قوي يا دنيا كده. ولا ايه يا عمده؟ ما تخليك معايا، والله الشغل اللي مال الدنيا انتوا شويه فرافير. تلاقيهم بيقولوا ان العشرينات اتعملت عشان نلوش فيها ومحدش فيها بيبقى عارف هو عايز ايه. في المحاضره اللي بعديها هتلاقيه بيقول لك انت فاشل ومش عارف تحدد انت عايز ايه في حياتك. طب هو ايه الحوار؟ هو انتوا جايبين هنا تهزقونا ولا ايه؟ تلاقيه بيقول لك في معادله الخبره والفلوس اختار الشغل اللي هيديك خبره اعلى، انت هنا بتتعلم. ولو وقفت معاه ساعتين بره تلاقيه بيقول لك بص يا عماد احنا هنا بنحسب النجاح بالفلوس، يعني لو مش بتجيب فلوس انت فاشل. زمن العبيد ده انتهى من زمان. مره بيديك قاعده وكلام حلو وموزون تحس ان انت عايز تطلع تكسر الدنيا، ومره تاني بيكسرها لك ولا كانه لسه قايل عكسها من ساعه. تبقى انت تايه بين الاتنين زي بالظبط انا رايح فين انا راجع تاني. عمرك بيضيع وطاقتك بتخلص وهو بيعد فلوس من ورا اوهامك. سامعك وانت بتسال طب والحل ايه؟ ما تخافش مش هسيبك هنا يا عماد وهقول لك اعمل الصح. اتعلم تفلتر الكلام وتستفيد بالمناسب ليك، لان مش كل التجارب مناسبه ولا كل الناس عندها نفس ظروفك. يعني بلاش حماس وبلاش تصدق كل اللي بيتقال، اسمع اكتر وافهم منهم الخطوات علشان تعرف ازاي تنفذها. في النهايه اختار تعيش حياتك انت مش حياه حد تاني. في ناس عايزه تنجح من غير ما تدفع ثمن نجاحها، وفي ناس شايفه الظروف هي سبب فشلها، والاتنين غلط. كل حاجه في الحياه لها مقابل، ومعايير الفشل والنجاح في الحياه متغيره بين البشر. الغلط والفشل مش نهايه الطريق، بالعكس الغلط والفشل هم اللي بيودوك للطريق الصح. ان انت تغلط وتفشل فهتتعلم، فهتيجي بعد سنه تشوف نفسك كنت بتغلط في ايه او مستواك كان في ايه، ايا كان مجالك هتلاقي نفسك فرقت كتير قوي واتعلمت كتير قوي. لما بتقع بتتعلم ازاي ما تقعش تاني، لما بتخبط في حاجه وانت داخل بعد كده بتخلي بالك ما تخبطش فيها تاني، فهو ده اهم شيء. المهم ما تقلدش حد، فكر في كل قرار قبل ما تاخده، فكر هتكسب ايه وهتخسر ايه عشان محدش في الاخر هيحاسب على المشاريب غيرك. ولا انت قصدك يا خلود ان هم بيبيعوا لك الهوا وبيحطوا السم في الدواء؟ والله حاجك فارغ. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب، سوي فولو، سوي لايك، سوي كومنت، سوي شير، خش انت واصحابك هزروا علوا الريتش شويه اخويا.